السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة، حاجة كده اللهم بارك في منتهى الجمال، بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان مقاديرها بسيطة جدا. يعني ببيضتين بس هتعملي أحلى كيك شوكولاتة ممكن تدوقيه في حياتك، وكمان بحجم هيكفي منه ويفيد. ده غير صوص الشوكولاتة الخطير اللي هيوديها حرفيا في حتة تانية خالص. لا، وعملناه بدون استخدام أي قطعة شوكولاتة. كيك ناعم مرتفع ومساماته ضيقة جدا جدا، وده غير الصوص اللي عامل معاه شغل فاخر من الآخر. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنسمي بسم الله، ومعاه كوباية ونص زائد معلقة كبيرة من الدقيق منخول طبعا، وكمان كيس كيك شيف ما يعادل 23 جرام، 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام، وكمان معايا معلقة صغيرة من بيكنج صودا أو الكربوناتو. كل المقادير الجافة دي هننخلها مع بعض، وما ننساش رشة الملح اللي هتظبط لنا الطعم. هنقلب كل المقادير الجافة مع بعضها بالشكل ده عشان البيكنج باودر يختلط كويس جدا والكاكاو وكل المقادير الجافة، وهنركنهم على جنب. بعد كده هبتدي احضر بولة او طبق عميق وهنزل فيه ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ. مهم جدا ان يكون البيض مش لسه خارج من التلاجة، وكمان رشة كده من الفانيليا، او تقدري تستخدمي معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هنزل عليهم بكوباية ونص من السكر، ما يعادل 300 جرام من السكر، وما ننساش معلقة كبيرة من الخل، ما يعادل 10 ملي من الخل، عشان كده يفتح لي الكيك وكمان يديله قوام هش. هنضرب كل المقادير مع بعضها، يعني عايزين كده السكر يدوب كويس جدا عشان ما يعمليش حبيبات كده او بقع لونها بني في الكيك بتاعنا، لحد كده ما القوام بتاعنا يبتدي ان هو يفتح ولونه كده يكون ابيض الى حد ما. طبعا ضفنا الكربوناتو، لأن الكربوناتو بتزود من علو الكيك وبيخليه هش وجميل. هنضرب كده المقادير كلها مع بعضها، ولازم نتأكد ان السكر داب تماما. لو وصلتي معايا للنقطة دي في الفيديو ياريت ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك، ولو لسه جديدة في القناة انزلي بسرعة اشتركي وفعلي الجرس. هنا كمان حضرت كوباية من اللبن، هي كوباية كاملة ولكن هي يعني ما ظهرتش من البداية. هنزل بيها كده على مرتين، وبعد كده هبتدي ان انا اضرب كويس جدا واضيف بقية المكونات. تقدري كمان تضيفي كوباية ونص من الحليب، وهقولك احنا عملنا ايه في نهاية الفيديو. تابعي معايا الفيديو وان شاء الله هتستفادي. حضرت كمان نص كوباية من الزيت، ما يعادل 100 جرام من الزيت، وكمان حجم الحليب ما يعادل 200 جرام أو 200 ملي من الحليب. ومهم جدا يكون الحليب بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما ينفعش نطلعه من التلاجة ونشتغل بيه على طول، لا سيبيه لما يبرد وبعدين اشتغلي بيه، أو حتى دفيه على النار. هنا كمان معايا المكونات الجافة، هبتدي ان انا انخلها، ومهم جدا ان انت تنخلي الدقيق وكل المكونات الجافة اكتر من مرة عشان الكيك بتاعك يبقى مرتفع وما يكونش فيه حتة عالية وحتة واطية في التسوية. هنقلب بقى كل المقادير الجافة مع السوائل أو الخليط السائل لحد ما المكونات كلها كده تختلط. وهنا لقيت ان القوام بتاع الكيك بتاعي تقيل شوية، فجبت كده وحضرت معايا نص كوباية من المية الدافية، يعني سخنتها كده شوية وسبتها لما تهدى، وبعد كده نزلت بيها على الكيك. وده طبعا بيرجع لنوع الدقيق اللي بتستخدميه في الكيك بتاعك، هل هو بيشرب السوائل، يعني بيشرب كمية سوائل كده كبيرة ولا ما بيشربش سوائل. يعني كمية السوائل اللي احنا ضفناها سواء اللبن او المية الحليب او المية الدافية كوباية ونص، ما يعادل 300 ملي من الحليب زائد المية الدافية،
وهنا حضرت قالب كده مقاس 22 وبطنته كده بدهنة خفيفة من السمنة ورشة خفيفة من الكاكاو الخام، وبعد كده بخلة الشيش طاووق بعد ما نزلت بالخليط بتاع الكيك قلبتها كده تقليبة سريعة عشان أي فقاعات هواء تخرج منها، ودخلتها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، وبتقعد معايا حوالي 40 دقيقة. هنسيبها بقى في الفرن، وبعد كده هنبتدي ان احنا نجهز الصوص بتاعنا الخطير اللي هيوديها في حتة تانية حرفيا. نص كوباية من السكر ونص كوباية من الحليب، وهبتدي بقى ان انا اضيف الكاكاو بتاعي. عندي 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الأسباني، وهبتدي ان انا اضربهم في الخلاط وانزل بنص كوباية من الزيت، ما يعادل 100 جرام من الزيت. وطبعا بيرجع لنوع الكاكاو، يعني ممكن الكاكاو لو ربط معاكي على طول مش هتحتاجي نص الكوباية كلها، يعني انت بتضيفي الزيت بالتدريج لحد الخليط ما يتقل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. وخلاص كده بقى معايا احلى صوص شوكولاتة ممكن تعمليه وتستخدميه كمان لتزيين التورت واي حلويات انت حابة تضيفيه عليها. حطيناه كده في بولة وهنسيبه بقى كده لحد ما نخرج الكيك بتاعنا. هنا الكيك بتاعنا كان خرج، ويا دوبك انا قلبته كده على طبق، وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بيه الصوص بتاعنا على الكيك. مجرد بس انت بتسيبي الكيك يهدى كده معاكي، زي ما انت شايفة طري وخفيف جدا وهش وكمان مرتفع، وده نتيجة إضافة الكربوناتو اللي بتساعد على إن ال- البيكنج باودر يفضل شغال طول التسوية ومفعوله ما يقلش. هنزل بقى هنا بالصوص بتاعنا. عايزة اقولك الصوص انا ما دخلتوش التلاجة، لا انا سبته كده جنبي على الرخامة، وهو ما شاء الله تبارك الله تقيل من اول ما احنا ضربناه في الخلاط. وزي ما قلتلك لو حسيتي ان الخليط ما بيربطش معاكي اعرفي ان الكاكاو بتاعك مش نوع كويس. انا هنا استخدمت الكاكاو الاسباني. هبتدي بقى ان انا ازينها كده بكرات من الشوكولاتة وكمان فارماسيه، لو حابة تعملي كريم شانتيه وتزينيها بيها مفيش مشكلة، او بشر قطع من الشوكولاتة. يعني التزيين دي حاجة ترجعلك، حاجة زي ما انت عايزاها. هنبتدي بقى ان احنا هنا نقطع كده بعد ما هدت كده معانا شوية وسبناها ترتاح. زي ما انت شايفة القطعة ما شاء الله اللهم بارك طالعة، يعني مرتفعة، وطعمها مع الصوص حاجة فوق الخيال اللهم بارك. جميلة ولذيذة وسريعة، تقدري تحضريها لولادك في ثواني، هتعجبهم وهيعشقوها جدا جدا. ما خدتش معانا وقت، وكمان ما شاء الله الكمية بتاعتها يعني تقدري ان انت تعمليها لعدد افراد كبيرة من اسرتك، وتعمليها لكل حبايبك. حاجة كده ما شاء الله فاخر من الاخر. اعمليها وان شاء الله هتعتمدي الوصفة. بس خلي بالك من كل التريكات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي تايهة في المطبخ، وما تنسوش الدعاء لاخواتنا، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.